والنهائي للتاريخ النهارده ان شاء الله بين ارسنال وباريس سان جيرمان. نهائي للتاريخ لان ارسنال بيدور على اول بطوله ليه، اول بطوله في تاريخ ارسنال بحجم شعبيته ونجومه وبطولاته في الدوري الانجليزي والتاريخ والجمهور اللي عنده ده كله والشعبيه دي كلها. وارسنال ما عندوش ولا بطوله دوري ابطال، ويمكن دي تاني مره بس يتاهل النهائي بعد ما صعدوا تقريبا في 2006. كان ليهم نهائي في 2006، يصعد تاني مره 2026 بيدور على اول لقب اوروبي ليه. ف ماتش هيكون صعب على ارسنال، زائد ان باريس كمان اللي حقق اللقب السنه اللي فاتت على حساب الانتر وصعد قبل كده في 2020، ده تالت نهائي ليه برضه. فبيدور ان هو ياخد البطوله للعام التاني على التوالي، وليه لا يدور على السنه الجايه كمان ويعادل رقم ريال مدريد في 3 بطولات اوروبيه على التوالي. فماتش بيبقى ماتش مليان انجازات او مليان حاجات تاريخيه للفرقتين. باريس بيدور على اللقب الثاني التوالي، ارسنال يدور على اللقب الاول في التاريخ. ارسنال كالعاده هيدور كمان على الكرات العرضيه والكرات الثابته والضربات الركنيه عشان يخلص الماتش. بس انريكي مش ساذج ومش مدرب اي كلام، يعني ده مدرب كبير ومحنك، وهيحاول ان هو يوقف الضربات الثابته او ان هو ما يعملش ضربات ثابته اصلا وما يطلعش ضربات ركنيه على قد ما يقدر. ده طبيعي هيحصل، بس هو هيحاول يتفادى ده على قد ما يقدر طبعا، عشان دي نقطة قوة كبيرة جدا في أرسنال. في المقابل باريس القوة والسرعات والأطراف والاختراقات من على الطرفين، كفارة وحكيمي من على اليمين وديمبلي. لا ماتش هيبقى جامد، ماتش هيبقى فيه قوة وسرعة ورخم قوي. ماتش هيبقى مليان أحداث، ومش بعيد نشوف أهداف كتيرة من الطرفين. يعني الاتنين قادرين يسجلوا، الاتنين عندهم خطط وأسلوب لعب قوية جدا. فإن شاء الله نستمتع، بس مش عارف أتوقع مين بصراحة، مش عارف. نفسي انا متوقع باريس ان باريس اقوى، وباريس هو دلوقتي حاليا حامل اللقب واقوى فرقه في العالم حاليا باريس، واكتر فرقه مستقره. ارسنال ده بطل الدوري الانجليزي ما لا يستهان بيه برده، من فرقه مش قليله واستقرار. بس انا متوقع باريس، لكن اتمنى ارسنال، اتمنى جمهور ارسنال يفرح. تعبوا كتير واخدين دوري انجليزي السنه دي برده بعد غياب مش عارف كام سنه. فاتمنى ان هم يفرحوا النهارده. جمهور ارسنال يستحق، او الجماهيريه في وسطينا لارسنال اكتر من باريس عموما يعني. فان شاء الله ارسنال يعملها ويحقق دوري الابطال المره الاولى في تاريخه، يخش مع الكبار بقى، يخش معانا بقى والناس الكبار اللي حققوا دوري ابطال، ويطلع بعيد عن الناس التعبانه اللي تحت دي. فان شاء الله ماتش هيبقى جامد، ماتش للتاريخ، خلينا نستمتع. وان شاء الله الفوز لارسنال. سلام.